أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ممتاز. دائما يكون جواب بعدين قرار. نعم. في الأولى جواب الثانية قرار. ممتاز. الآن قرار الثانية. نعم. إيه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يا عيني. الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طبعا مقام الكرد يؤدى غالبا في بلدان الخليج، يعني في كثير من القراء يودون يقرؤون بمقام الكرد، وهو مقام جميل، مقام آسر، مقام يعني فيه عاطفة، فيه شيء من الحزن، لكن ليس كحزن مقام الصبا. مقام الصبا طبعا حزن بكائي، حزن عميق. يعني مقام الكرد يعني فيه حزن، لكن ليس كحزن مقام الصبا. نعم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. أو الآن راح أدي بطبقة أعلى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، أنا أريد منكم شوي تفاعل، نؤدي أداء جماعي لا بأس. راح أدي وأدوا يعني معي. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو في قفلة أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، طبعا إخواني، بالنسبة للمقامات، هي كل مقام ينقلك إلى جو وإحساس معين. فالمقامات تترجم يعني حالة المؤدي القارئ، أو تعبر عن النص الذي يؤديه أيضا، تعطي حالة تفسيرية تصويرية تعبيرية عن النص، إن كان قرآن أو إن كان إنشاد. نعم. فالمقامات هي فيها حزن، مثلا في مقام يعبر عن الحزن بكائي، فيه شجن، في مقام يعبر عن الفرح والزهو والشموخ كمقام العجم مثلا، ومقام حزين كمقام الصبا، مقام بكائي، ومقام فيه هيبة وشموخ كمقام الرست مثلا. ومعروف أن هذا مقام الرست ومقام العجم. غالبا ما تؤدى هذه المقامات يعني في الأناشيد الحماسية التي تثير الحماسة نعم. ومقام آخر فيه يعني فيه حزن أيضا، لكن ليس كحزن ليس حزن بكائي كمقام الصبا. هنالك مقام يعبر